6 حاجات في صفقة وسام أبو علي بتخلي الصفقة هي الأعظم في تاريخ الكرة المصرية، وهقول لك مفاجأة في آخر الفيديو عن صفقة وسام أبو علي مش كتير يعرفها، فخليك معانا للآخر عشان هتسمع حاجات هتعجبك. الحاجة الأولى هي قيمة صفقة وسام أبو علي. وسام أبو علي يا جماعة اتباع للنادي الأمريكي ب7.5 مليون دولار، ومليون دولار إضافات في حالة تحقيقه ل10 أهداف. ده معناه إن إجمالي الصفقة 8.5 مليون دولار، ودي أعلى صفقة تخرج من الدوري المصري واعلى قيمه تدخل لنادي مصري على مدار التاريخ. تخيل لاعب لعب معايا موسم ونصف بس وما يعتبرش من اساطير النادي الاهلي ولا ايقونه في النادي الاهلي، ابيعه بالسعر ده وبالثمن ده وانا جايبه ب1.8 مليون دولار بس. والرساله اللي وصلها النادي الاهلي في الصفقه دي انه قادر ان هو يبيع بذكاء على الرغم من الظروف الصعبه اللي احاطت بالصفقه وعلى الرغم من الضغط الشديد للاعب. الحاجه التانيه، الصفقه دي يا جماعه عملت تطور كبير في تسويق اللاعبين من الدوري المصري وتحول كبير في اللعيبه اللي بتخرج من الدوري المصري. قبل كده الاهلي والزمالك وبقيه الانديه المصريه كانوا غالبا بيبيعوا لدول الخليج، ودول الخليج وسعر اللاعب اللي بيطلع من الدوري المصري ما كانش بيتخطى 4 مليون دولار او 5 مليون دولار بالكتير. الصفقه ديت عملت قلبان في سوق اللاعبين في الدوري المصري. اولا انت بعت برقم قياسي ما خرجش بيه لاعب من مصر قبل كده. ثانيا انت فتحت سوق جديد، لاول مره نادي مصري بيبيع في السوق الامريكي، وده سوق جديد، وده بيعني ان السوق الامريكي بعد كده ممكن يبص على انديه الدوري المصري وعلى المنتج المصري بحيث انه يقدر يشتري منه لاعبين تانيين لو قدر وسام ابو علي انه ينجح مع النادي الامريكي. الحاجه الثالثه يا جماعه، توقيت البيع المثالي. انت متخيل معايا ان النادي الاهلي كان جاي له عرض في وسام ابو علي قبل كاس العالم للانديه ب4.5 مليون دولار، وفي ظرف 30 يوم بس النادي الاهلي قدر يبيع اللاعب بضعف القيمه اللي كانت جايه له قبل كاس العالم. في 30 يوم بس القيمه تضاعفت، وكل ده عشان النادي الاهلي انتظر الوقت المناسب للبيع وهو بعد كاس العالم للانديه مش قبل كاس العالم للانديه، وما رضخش لضغوط اللاعب وصمم على موقفه وصمم على المبلغ اللي هو عايزه. الحاجه الرابعه، الاهلي بياكد مبدا ان الاهلي اولا مش هنبيع تحت تهديد او تحت ضغط من اللاعب. ثانيا النادي الاهلي فوق اي لاعب، والنادي الاهلي كمان قدر ان هو يكسب الصراع النفسي مع اللاعب وانه يخرج في صورة النادي اللي بيحافظ على مبادئه ويخرج في صورة النادي اللي مش لاعب اللي يقدر ان هو يلوي دراعه. الحاجة الخامسة، لاعب اشتريته ب50 مليون جنيه او 60 مليون جنيه وبعته باكتر من 10 اضعاف ب500 مليون جنيه او اكتر من 500 مليون جنيه. قيمة اقتصادية مذهلة يا جماعة. صعب ان نادي في مصر وفي افريقيا يقدر يحقق الاستفادة دي في اقل من سنتين في اي لاعب مهما كانت الكواليتي بتاعته. الحاجة السادسة ان الاهلي عنده ادارة محترفة بتعرف ازاي تدير الامور صح في اصعب الظروف، وبتعرف ازاي تكسب من اللاعبين حتى لو اللعيبة دي ضغطت على النادي علشان ترحل، الا انها ادارة محترفة قدرت ان هي تكسب اكتر من 10 اضعاف قيمة اللاعب اللي اشتريناها بيه في وقت قليل جدا وفي اقل من سنتين. تعال اقول لك بقى على المفاجأة اللي في الصفقة اللي مش كتير هيقولها لك. النادي الاهلي يا جماعة زي ما قلت لك باع الصفقة ب7.5 مليون دولار ومليون دولار اضافات، يعني ممكن اجمالي الصفقة يوصل ل8.5 مليون دولار، بس نسبة اعادة البيع 10%. نسبة اعادة البيع يا جماعة في اي صفقة بتبقى على فارق المبلغ. يعني بمعنى ايه؟ يعني الاهلي دلوقتي باعه ب7.5 مليون دولار، هنفترض ان النادي الامريكي باع وسام ابو علي بعد سنتين ب10 مليون دولار. نسبة اعادة البيع بتتاخد على الفارق ما بين ال10 مليون دولار اللي باع بيهم النادي الامريكي وما بين ال7.5 مليون دولار اللي دفعهم للنادي الاهلي. يعني نسبة ال10% بتتاخد على ال2.5 مليون دولار، يعني النادي الاهلي هيطلع له 250 الف دولار. بس الكلام ده في الصفقة دي مش موجود. الكلام ده زي ما قلت لك ومتعارف عليه في كل انديه العالم، بس الكلام ده في صفقه وسام ابو علي مش موجود، لان النادي الاهلي صمم ان ياخد ال10% من اجمالي المبلغ. بمعنى ايه؟ بمعنى ان النادي الامريكي لو باع اللاعب ب10 مليون دولار بعد سنتين مثلا، النادي الاهلي هياخد 10% من ال10 مليون دولار، مش من فارق السعر. ده معناه ان النادي الاهلي في الوقت ده هياخد مليون دولار. بس ده كان رايي في صفقه بيع وسام ابو علي، بس الاهم من رايي هو رايك انت، وهل صفقه وسام ابو علي هي الصفقه الاعظم في تاريخ الدوري المصري او لا من وجهه نظرك؟ اتمنى تدعمونا بلايك بشير، مستني ارائكم في الكومنتات، وتدعمونا بسبسكرايب للقناه، ولو انت بتتابعنا من التيك توك او الفيسبوك تعمل لنا متابعه للصفحه. سلام.